تخيل معايا الكابوس ده. العميل داس على زرار تأكيد الطلب، الشاشة لفت 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 وطلعت له internal server error 500. البرودكت مانجر يجري عليك ويقولك المشكلة فين، الفلوس اتخصمت ولا لأ، والاوردر اتسجل في المخزن ولا واقف في الشبكة. تجري انت والتيم تفتحوا شاشة السنترلايزد لوجينج زي الإليك أو داتا دوج، تلاقي قدامكم ملايين سطور اللوجز في نفس الثانية من 6 سيرفرات مختلفة. تقعد تدور بأوردر اي دي وتكتشف ان خدمة الدفع كشفت عن اوردر تاني اصلا، وخدمة المخزن كشفت في وقت مختلف، والترتيب الزمني سايح في بعض. في الأنظمة الموزعة الديستريبيوتد سيستمز اللوجز العادية بتعجز تماما، لأن الريكوست الواحد بيتحول لرصاصة طائشة بتمر على عشرات السيرفرات والكيوز، ولو ما عندكش بصمة جنائية موحدة بتمشي ورا الرصاصة دي من لحظة انطلاقها للحظة استقرارها، انت شغال في الظلام. اهلا بيكم في كبسولة سيستم ديزاين جديدة. انا مصطفى سليمان، والنهاردة هنفتح غطاء المحرك ونفهم البصمة الجنائية للرسائل بالديستريبيوتد تريسينج. عشان نحل المصيبة دي الاركتكتس اخترعوا المفهوم العبقري distributed tracing. الفكرة قايمة على مفهومين اساسيين. واحد، التريس اي دي، ده الرقم القومي الموحد للريكوست. اول ما الطلب يلمس الاي بي اي جيت واي بتاعتك السيستم بيبصمه بيونيك اي دي مستحيل يتكرر. الرقم ده بيفضل لازق في الطلب ومرافق ليه اينما ذهب. اتنين، السبان اي دي، ده كارت المعاينة الخاص بكل مرحلة. لما الطلب يدخل خدمة الاوردرات دي سبان واحد، يخرج يكلم كافكا دي سبان 2، يدخل خدمة الدفع دي سبان 3. التركة المعمارية الهامة هنا هي الكونتكست بروبيجيشن. ازاي التريس اي دي بيمشي بين السيرفرات حتى لو بتكلم كافكا او رابط ام كيو. الكود بتاعك اوتوماتيك بياخد التريس اي دي ويحطه جوه ال HTTP هيدرز ببروتوكول زي تريس بيرنت، او يحطه جوه المسج هيدرز بتاعت كافكا. لما الكونسيومر يستلم الرسالة اول حاجة بيعملها انه بياخد التريس اي دي من الهيدر ويعمل بيه التريس. النتيجة ايه؟ بنقدر نرسم ووتر فول تشارت سينمائي بيبين الاوردر ده قاعد كام ملي ثانية في كل سيرفر بالظبط، واني سيرفر في السلسلة هو اللي طلع الاكسبشن. زمان كانت كل شركة بتقدم ادوات تريسنج بتبني SDK خاص بيها. لو استخدمت جيجر وتيم الشركة قرر يروح لداتا دوج او جرافانا تيمبو، كنت بتضطر تعيد كتابة كود الانستريمنتيشن في كل المايكرو سيرفيسز. وهنا ظهرت الثورة الموحدة تحت مظلة ال CNCF Open Telemetry أو OTEL. Open Telemetry مش أداة للتخزين أو العرض. OTEL هو المعيار القياسي الموحد Vendor Neutral Standard للتليمتري داتا Traces Matrices Logs. بتشتغل ازاي؟ واحد، اوتل SDK اوتو انستريمنتيشن، وتحطه جوه الكود بتاعك سواء بايثون جو دوت نت جافا، وهو اوتوماتيكيا بيبصم كل طلبات ال HTTP والداتابيز كيويريز والكافكا مسجز بتريس ايديز بدون ما تكتب سطر كود واحد يدويا. 2، اوتل كوليكتور، ده وكيل محايد وبديل وسيط بيستلم الداتا دي كلها بلغة ال OTLB Open Telemetry بروتوكول موحدة، ويصدرها للأداة اللي تحبها زي جيجر تيمبو بروميسيوس. بقى عندك سيستم مراقبة وبصمة جنائية كاملة، حماك من الفيندور لوك ان وبيخليك تكتشف البوتل نيكس
والبجات على البرودكشن في ثواني. الخلاصة الهندسية للنهاردة: ال Distributed Tracing بالأوبن تليمتري هو الميكروسكوب اللي بيخليك تشوف مسار الأحداث والرسائل جوه معقد المايكرو سيرفيسز وتحدد مكان المشكلة بالملي ثانية. بس كده يا أركتكت بقينا شايفين الصورة كاملة وعارفين المشكلة فين بوضوح، وهنا بتظهر المصيبة المعمارية الأكبر على الإطلاق لما التريس يوريك إن الأوردر مشي وخصم فلوس من فيزا في خدمة الدفع بنجاح، وجه بعد كده في خدمة المخزن وفشل لأن المخزن فاضي. الداتابيز بتاعت خدمة الدفع خلاص عملت كوميت للفلوس، ومفيش حاجة اسمها Distributed Acid Transaction تجمع السيرفرين. ازاي هنعمل رولباك للعمليات المالية المعقدة دي عبر كذا سيرفر، وازاي بنبني العمليات الموزعة بالكومبنسيتنج ترانزاكشنز بدون ما نقفل السيستم بالدي بي لوكس. جهز قهوتك لأن الكبسولة الجاية هي واحدة من أتقل وأهم المواضيع في السيستم ديزاين على الإطلاق. استنونا في كبسولة 21 وهندسة الساجة باترن. ما تنساش تعمل لايك لو الكبسولة دي رتبت دماغك، واشترك في القناة عشان توجه الكبسولة الجاية لدماغك فورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.